بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الكبسة باللحمة بطريقة سهلة وسريعة، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، في نص ساعة تكون خلصانة بإذن الله. طالعين من رمضان وزهقانين من الاكل ومش عارفين نعمل اكل ايه ومحتارين كده زي حالاتي، جربوا الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير يا رب ان شاء الله. هنبدأ نجهز الوصفة بتاعتنا. معايا هنا مكعب من السمنة البلدي. طبعا اي مادة دهنية عندكم متوفرة عندكم حطوها، سمنة، زبدة، زيت، اللي موجود حطوه. انا حطيت مكعب من السمنة البلدي وحطيت معلقة من الزيت. اول ما يسخنوا هكون مجهزة معايا البهارات المجففة اللي انا هحطها. معايا ورق لورا ومعايا ليمون مجفف ومعايا قرفة وحبهان وقرنفل وفلفل اسود حب. هشوحهم كده مع السمنة والزيت لحد ما يسخنوا كويس جدا وريحتهم تطلع. هكون مجهزة معايا اللحمة اللي انا هستخدمها. تقدروا تستخدموا اي لحمة انتوا بتحبوها بتفضلوها، اي قطعية بتحبوها استخدموها. هي المفروض ان الكبسة بتتعمل باللحمة الضاني، بس اي لحمة متوفرة عندكم بتحبوها حطوها. لازم النار هنا تكون سخنة وعالية جدا، ما تكونش هادية، لانها لو هادية مش عايزة اللحمة تنزل ميتها. انا عايزة اشوح اللحمة وتاخد صدمة كده وتاخد لون كأني بحمر اللحمة بالظبط. لو النار ما كانتش سخنة مش هتاخد اللون ده. طبعا ما بقلبش اللحمة على طول، اول ما بتاخد اللون اللي هو كأني محمراها كده ببدأ اقلبها على طول. انا مش هستعجل عليها، هفضل سايباها شوية على النار اشوح فيها لحد ما تاخد اللون الحلو، لاني انا مش عايزاها تبقى زي المسلوقة. خلاص هنا كده كانت اتحمرت واخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي ما استوتش، احنا دوبك بس ادينا لها لون. هكون مجهزة معايا بصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات صغيرة، هحطها على اللحمة واقلبها واشوحها مع اللحمة. انا اول ما حطيت البصل الريحة كانت فظيعة، بجد جربوها وان شاء الله تعجبكم. هشوح البصل كده مع اللحمة مع البهارات اللي احنا حاطينها كده اهوت لحد ما البصل هتدبل شوية. وكمان هكون مجهزة معايا جزراية كبيرة مقشراها وبشراها، هحطها برضو كده اهوت على اللحمة واشوحها مع البصل واللحمة لحد برضك ما تدبل مع البصل. بعد ما دبلوا كده اهوت شوية هكون مجهزة معايا هنا مية سخنة مغلية، هنزل بيها على اللحمة. يا دوبك المية تغطي اللحمة، مش عايزة ازود المية، يا دوبك بس المية تغطي اللحمة كده. بعد ما تغلي بقى ههدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها خالص. هي قعدت معايا بالظبط ساعة الا ربع. انتوا طبعا على حسب نوعية اللحمة، لو اللحمة مثلا بتاخد وقت في السوا تقدروا تسيبوها ساعة او ساعة ونص على حسب قطعية اللحمة معاكم. لو عايزين تسرعوا تسوية اللحمة تقدروا تحطوا معاها نص معلقة من السكر. انا هنا كمان حطيت فلفل حار، لو مش عايزين تحطوه بلاش منه، بس انا يا دوبك بس حطيته كده في الاخر عشان بس يطلع ريحة الفلفل مع الشوربة. والتوابل اللي انا حطيتها، حطيت معلقة كبيرة من بهارات الكبسة والملح ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من بودرة الزعفران. لو ما فيش بودرة الزعفران تقدروا تحطوا كركم. معايا هنا كمان كوباية كبيرة من الرز البسمتي، غسلاه ونقعاه كويس جدا في المية وبعدين صفيته ونزلت بقى بيه هنا على اللحمة. انا ما زودتش مية تاني مع اللحمة، ديت المية اللي احنا كنا حاطينها في الاول خالص مع اللحمة، ما زودتش خالص تاني مية. لما انا حطيت الرز انا هنا عليت النار، لازم النار تكون عالية لما انا احط الرز. المية تغلي وتتشرب من المية بتاعت اللحمة او الشوربة بتاعت اللحمة.
اول ما الرز يتشرب ههدي عليه النار بقى واسيبه تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة يستوي على نار هادية كده. هنا كان خلاص اتشرب، ههدي بقى عليه النار واسيبه براحته خالص. خلاص هنا بقى كان استوى، وده كان شكله كده في الاخر. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها، يا رب ان شاء الله تعجبكم. والله يا بنات سهلة وسريعة، وفي نص ساعة اكون خلصانة معاكم. انا هنا قدمتها مع سلطة الدقوس، عملناها قبل كده في الكبسة بالفراخ. لو حابين تعرفوا طريقة الدقوس بتتعمل ازاي بالظبط، ادخلوا على الفيديو بتاع الكبسة بالفراخ وهتشوفوا الوصفة كاملة فيها. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم، وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.